سلام البنات ومرحبا بكم في هذا الفيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير. نمشي لكم وصفه بزاف تعرفوها وان شاء الله تعجبكم وتجربوها في العيد. تدخلوا جد القناه مالكم ودونا جامره فيديو اشتركونا في القناه ونقول لكم مشاهده ممتعه. بالنسبه للوصفه تاعنا اليوم راهي كعكات بطليه بيضاء. واش نحكي لكم نجيب زبنينه والمظهر تاعها راقي بزاف. وبالنسبه للطليه انا طليتها باللون الابيض ما تقدروا تطلوها باش تحبوا. وهنا نقول لكم يلا نبداو طريقه التحضير تاع الوصفه هذه ومشاهده ممتعه. وبالنسبه للمقادير تاع الوصفه هذه واش نحتاج بيها 3 كيلو تاع فرينه يكونوا معمرين مليح. انا كلت بهاد الغرفيه. الا بغيتي تضاعفي الكميه كيلي بغرفيه تكون شويه كبيره على هذه باش تخرج لك كونتيتي كبيره. هذا 3 كيسان بهذه الطريقه. وانا ضفت الكاس عفوا كيلة تاع سمن كان دايب، ما يكونش باش نديريش سخون، خليه حتى يبرد مليح باش تضيفيه لهذا الخليط تاع الفرينه ونبسوه كامل. ندخلوا هذاك السمن كامل مع الفرينه هذيك والقريصه تاع الملح. بهذه الطريقه من بعد حاجه تلميها بالماء زهر والماء. هنا عندي كاس نص ماء نص ماء زهر. بهذه الطريقه نلمها مليح نعجنها هكايا. هنايا كي تكونوا تلموا فيها كي تشوفوها تشكلت لكم هذوك الخيوط البيوضه معناتها العجينه تاعكم راهي واجده. كيما راكم تشوفوا هنا شوفوا هذوك الخطوط البيوضه معناتها العجينه تاعي راهي واجده بهذه الطريقه. ونخليها ترتاح، نديرها بطيفير ونخليها ترتاح لمده هكا. الا خدمتوها الصباح وسيتوا العجينه الصباح شكلوها العشيه ولا خلوها تبات الغدوه من داك باش تخدموها حتحصلوا على نتيجه هايله بزاف وحتساعدكم العجينه تاعكم في الخدمه. من بعد انا كرتاحت لي تبونيت العجينه تاعي بهذه الطريقه. وهنا نخدم الحشو هذاك العقده واش نحتاج فيها 3 كيلات تاع كاوكاو. هنا كنت رحيته ماشي ما يكونش رطب بزاف، لا يخلوه شويه كخشين ماشي بزافه. ضفت كيلة تاع السكر بهذاك الكاس اللي كيلت به الكاوكاو كيلت به ايضا السكر. ضفت عليها ليكستري تاع اللوز، ضفت عليه شويه تاع القرفه. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش القرفه تستغنوا عليها بكل بساطه. ضفت ايضا ملعقه تاع السمن تاع القهوه، كاكس صغيره تاع السمن. حنخلط كامل هذه المكونات مع بعض. وضفت ايضا ملعقه تاع قهوه تاع فانيلا باش تجيري عندها ريحه شابه. من بعدها نحلمها بالماء زهر. من بعد خليتها جانبا ونخدم العجينه. بالنسبه للعجينه تاعي كيفاش نخدموا هاد الكعكات هذوما، شتيت كريه من هذوك اللي خدمت حليتها على شكل دائره، جيت هذاك الحربوش عفوا هذيك العقده شكلتها على شكل حربوش ودرتها هكا في الاول تاع العجينه ولويتها بهذه الطريقه. شتوني انا كي كنت نلوي فيها كنت نضغط عليها. من بعدها حنشد جهه حنثقبها وندخل عليها الجهه الاخرى كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ونشد الليمون تاعي اللي حندخلهم ينطيب هذوما. انا صراحه كنبغي الكعكات نطيبهم في ليمون باش يحافظوني على الشكل تاعهم ويجوا شابين بهذه الطريقه. طريقه سهله بزاف واش راح تعجبكم وجربوها. انا شفت اللي حنخدم فيهم هذه الكعكات. دخلت هذيك الكعكات تاعي اني نضغط عليها من فوق كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا حتصدقوني ان شاء الله على بالي بلي حتنجحوا فيها لانه طريقه سهله بزاف وبسيطه والاهم تجيكم بنينه بزاف. وهنايا شفت الليمون تاعي عمرتهم كامل بهذيك العجينه ونخليهم يدخلوا يطيبوا. ثقبتهم من الفوق هكا بوسط كوردون. طيبتهم على 180 درجه خليتهم يحمروا برك شي بالتحت. خليت مكا صفوره متخلهم ما يحمروش من الفوق لغاش حنطليوهم. ها مليك هنا بعد ما طيبتهم. هنا جيت نطلي الحبه تاعي. هنا شديت الحبه الاولى جيت نطليها شديتها كفرشيطه ولا ملعقه كتكون فيها كثقوب من تحت باش يحبط لنا داك الكلاص من التحت الزائد. انا كنت الطليه تاعي ما وريت لكمش كيفاش خدمتها لانه خدمتها معكم في الوصفه اللي من قبل تاع المخبز. انا باش نطلي في الحبات شدوا هذيك الحبه تاعكم تحطوها فوق هذيك المغرفه وتبداو تضيفوا عليها من فوق هذاك الكلاصاج تاع الطليه. انا استعملت انا درت لها اللون ابيض. حبيت نبدل شويه ما نديروش دائما غوز ومنا. حبيت اليوم ندير لكم اللون ابيض. تما لكم الاختيار، تحبوا ديروا ابيض تحبوا ديروا اي لون تحبوه. من بعدها خبطوا شويه باش يحبط هذاك الكلاصاج الزائد. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت كامل طليتهم خليتهم ينشفوا نقيتهم من تحت هذيك الطليه الزايده اللي كانت من تحت كامل نقيتها منهم ودرت لهم هكا ملمع غذائي ابيض. من بعد هذيك الكلاص اللي شاط لي حطيتها هكا جديد شويه حطيتها هكا في الطرف ودرت فوق هذيك النويره كما كنت شفتوا بهذه الطريقه. انا درتها نوار زر. نتوما تقدروا ديروا اي نوار يكون عندكم ولا تفضلوه. هنا كمل كامل الحبه تاعي ونشوفوا في طبق التقديم.
وهنا كما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم راهي واجده امامنا، اللي كانت عباره على كعكات بالطليه بيضه بزاف بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها للعيد بمناسبه عيد الفطر. ان شاء الله تكونوا عجبتكم. ولي تدخلوا جديد القناه ديالكم ولا تشتركوا في القناه ديالنا جامله فيديو. وهنا باش نقول لكم هذه الكميه تقطع لكم 34 حبه، يعني كميه لا باس بها بمناسبه العيد. وهنا ماني نقول لكم نتلاقاو غدوه ان شاء الله مع وصفه جديده، وصحه فطوركم ومع السلامه. تهلاو نفوسكم.